بالكوسه، لان احنا طول عمرنا بقى بنعملها بالبطاطس. النهارده هنعمل صينيه الفراخ بالكوسه، بس حاجه كده ايه جمدان. يلا بينا نشوف مع بعض الفيديو بتاعنا. في الاول خالص الفراخ بتاعتك سواء صدور او فراخ كامله او وراك، هتبداي تجيبيه حبه دقيق وشويه ملح وليمون. ما بحطش خل علشان ما يثبتش الزفاره معايا. وبنضفها وتشيلي اي حاجه كده اللي هي بتبقى عامله زي الدهون كده او حاجه كده بتبقى شفافه، لازم تشيليها. معانا ملح بكمون، ومعايا كزبره، نوعين من بهارات الفراخ او لو عندك نوع واحد شغال. تمام. ومعايا فلفل اسود، ومعايا رشه حبهان، وربع معلقه كده من البابريكا. تمام. لو مش متوفر عندك كل ده، هما شوية كزبرة على شوية فلفل اسود على حبة كمون صغيرة، وتعملي احلى صينية فراخ. عندي هنا طبعا اللي هو في الكبة ده التوم. تمام. مع فلفل اخضر حراق بقى او بارد اللي انت تحبيه. هبدأ